هو هذا اللي غيكون خاصه العنايه بالوجه ديالنا. غنديرو سوين الفيزاج او ميم طون غنبارطاجي معكم الطريقه ديالو، او ميم طون غادي نبارطاجي معكم لي ماسك وداكشي كامل اللي كيخص سوين الفيزاج. هذا اول فيديو. وثاني فيديو غيكون عباره عن العنايه اللي كتخص بالشعر الجسم وداكشي الاخر كامل. وان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بقاو معايا وندوزو للبراتيك. اول حاجه كنبداو بها هي النيطوايون ديال الوجه. كنظفوا وجهنا اول حاجه، كل وحده وشنو كتستعمل في التنظيف ديال لابو ديالها. كاين اللي كتستعمل نيطوايون، كاين اللي كتستعمل صابونه، كل وحده وتستعمل داكشي اللي كتستعمل. ماشي بالضروره هاد النيطوايون اللي دايره انا هذا يلا شريته يلا كنجربو كنتيستيه واش زوين ولا ماشي زوين، شنو كيدير لابو وداكشي. المهم تنسالي ونقول لكم زعما النتيجه ديالو وداكشي اللي كيدير. اول حاجه كيف قلت لكم هي نضفوا لابو ديالنا مزيان مزيان مزيان. قبل ما نبداو لا غوماج لا ماسك لا اي حاجه، شنو كنديرو؟ كنحيدو الزغب اللي في الوجه ديالنا. ضروري ومؤكد هاد العمليه هادي على وديت الزغب كيغطي لنا الملامح ديال لابو ديالنا وما كيخليش داك لي ماسك والغوماج يستافدوا مزيان من البشره. يعني الزغب كيكون واحد الحاجز. من الاحسن يتحيد الزغب ديال الدوفي كبنات، والا كنتو كتحيدوا الزغب ديال حجبانكم حيدوه، ولا ما بين الحجبان ولا لا عندكم شي بارتي في الوجه ديالكم فيها الزغب بزاف، من الاحسن التحيد باش هكا الا درتو شي ماسك ولا ابار لو ماسك الا درتو شي مايكاب كيبان داك المايكاب نقي في الوجه ديالكم، ما كيبانش داك الزغب من تحت المايكاب سوكي. واستعملت الشفرات ديال فلامينغو، هادو خديتهم من عند مول المكياج، راه كيتباعوا فيما مشيتو، راه دابا ولاو موجودين. خديتهم صافي كدهنوا ديجا كتكونوا غاسلين لابو ديالكم، كدهنوا داك الزيت ديال جونسون على لابو ديالكم ولا اي زيت كتستعملوه للوجه ديالكم. الا ما كانش عندكم زيت بامكانكم تستعملوا اللي عندكم الجيل ديال الوفيرا حتى هو راه دايز. المهم ضروري قبل من هاد العمليه ديال انكم تحيدوا الزغب ضروري تدهنوا لابو ديالكم بشي حاجه. من بعد كتبقاو كتشوفوا لي بارتي اللي عندكم فيهم الزغب رقيق ولا عندكم الزغب كيبان، حيدوهم كاملين. انا كنأكد على هذه العمليه باش هكا لابو ديالكم كتشوفوها كيفاش تفتحات وتنورات. الزغب كيغطي لابو بزاف. صافي اتبقاو معايا غنحيد الزغب ديال وجهي كامل، عاد غادي ندوزو لي غوماج والماسك وداكشي كامل. سالينا الوجه ديالنا كامل، دابا غادي نمسحو داك الزيت وغادي نمشيو نغسلو وجهنا بالنيطوايون. ضروري نغسلو وجهنا، ما يمكنش نديرو غوماج على الزيت. غنغسلو ونرجع لكم. هنايا من بعد ما غسلت وجهي بنيطوايون جيت بقاو ليا شي زغيبات حيت داك الشفرات ديال فلامينغو ما كيحيدوش 100% الزغب اللي كيكون في الدوفي ولا شي قنت من الوجه. انا كنمشي نيشان الخيط هو اللي كيبرد ليا القلب باش نحيد داك الزغب اللي كيبقى ليا. غادي ندوز على لي بارتي اللي كان باقي فيهم شويه ديال الزغب، غادي نزولهم بالخيط. سهله هاد القضيه ديال الخيط، راه كتشدو غير الخيط كتعقدوه وصافي كتبداو دوروا من هنا ومن الجهه الاخرى كدوروا بالجهه العكسيه وكتبداو تخدموا بهذه الطريقه هذه كيف وريتكم في لا فيديو وصافي كيتحيد لي. اول ايطاب كنديروها هي غوماج. هاد الغوماج اللي غنبارطاجي معكم راه ما يمكنش، خاطر وما كنستغناش عليه، واعر بزاف خاصه البشره الجافه والحساسه. الدهنيه ما بين وبين اللي عندها بشره دهنيه كنصحها انها دير غوماج ديال القهوه والعسل ولا قهوه ودانون مسوس. هاد الغوماج هذا استعملت فيه مكونات سهله ماهله. كنحتاجو جوج ديال المكونات فقط، الكوك ودانون بسوس. ضروريين الكوك حيتاش كيطلق لنا ديك الزيت ديالو، لابو ديالنا كتستافد من داك الزيت ديال الكوك اللي خطير للوجه، و ميم طون دانون بسوس اللي فيه ديك البكتيريا النافعه اللي كتدخل لابو ديالنا وكتعطيها واحد لكلا خطير خطير خطير. هاد جوج مكونات هادو خطيرين. هاد جوج ديال لي كوماج هادو راه واعرين بزاف. غير ديروه هاد الكوماج هذا وردوا عليا. الماسك ديالنا، هذا الماسك هذا بلا ما نقول لكم المنافع اللي فيه والمنافع اللي كيديرها لابو ديال لابو ديالنا. اول مكون هو صفار بيضاء، كنزيدوا عليه نسكافيه، نص معلقه ديال نسكافيه، و كنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال نيدو، و كنزيد عليه نص فرماجه. انا درت نص فرماجه على حسب
الوجه ديالي ما درت لا العنق لا اليدي لا والو، درت غير الوجه. السو درت غير نص فرماجه، ما درتش فرماجه كامله. وكتخلطوا هاد المكونات مزيان. وبلا ما نقول لكم هاد المكونات، كل مكون في هاد الوصفه هذه راه عنده منافع خطيره على البشره. ديجا هاد الماسك اللي مبارطاجيت معكم راه في نفسه كوماج، حيتاش ما تغسلش، كيتفرك بحال هكا، كيتحيد دوك الخلايا الميته ودوك الشوائب اللي في الوجه. اما الكوماج اللي درت غير خفيف، غير بحال غنقومي به لابو ديالي، ولكن خفيف هذاك الكوماج حيت فيه غير الكوكو دانون مسوس. هنايا غادي نبداو نقوميو لابو ديالنا. ديجا راه قلت لكم المده لا تقل على 5 دقائق. نتوما تشوفوا شحال ديال الوقت غادي نجلس كنقومي. خذوا وقتكم في الكوماج، خذوا وقتكم، قومي بشويه لابو، خذوا وقتكم في الكوماج حيتاش اهم بارتي هي الكوماج. الا كان الكوماج مزيان والبشره تحيدوا منها دوك الخلايا الميته وتفتحات وتحلوا المسامات، الصور غتستافد من لي ماسك، غتستافد من بزاف، غتفتح يعني غيتحيد ديك القشره الاولى اللي في الوجه كتكون ميته. خذوا وقتكم في الكوماج. شوفوا من غسلت الكوماج على تفتيح عطات لابو ديالي، الكوماج خطير، جربوه على حسابي. هذا هو القوام المطلوب في لو ماسك اللي قاديت معكم. غتبقاو تدخلوا المكونات بعضيها حتى يولي لكم فحال كراميل. وديك الساعات غادي نطبقوا على لابو ديالنا وخليوه لمده لا تقل على 20 دقيقه، 20 دقيقه 30 دقيقه. المهم هو غيبان لكم راه كرم في وجهكم مزيان مزيان. هنايا من بعد ما كرملينا لو ماسك ديالنا، من الاحسن من ديروه ما تضحكوش، ما ديروش شي حركه في وجهكم لا تمشي تكمش لكم مع لو ماسك، يعني راه كيكرم ديال بصح في الوجه. ماشي كنغسلوه كنحيدوه بحال اللي كتشوفوا، كنحيدوه بحال هكا، بحال كتحكي لابو ديالك، ولكن بشويه بشويه بشويه. سيري دقه دقه حتى يتحيد لو ماسك كامل عاد كيتغسل. غتلاحظوا ما حدي انا كنحيد لو ماسك ولابو ديالي من التحتانيه كتولي حمراء. ما تخافوش الا شفتوها بحال هكا، غير سي نورمال، يعني شي حاجه كتحكيها في لابو ديالك، ولكن باش قلت لكم انايا بشويه. فاش كتغسلوها صافي راه كتولي لونها العادي. من بعد ما كتغسلوا لابو ديالكم راه كتلاحظوا واحد الفرق، راه ما يمكنش ما تلاحظوا حتى شي فرق، امبوسيبل ما تلاحظوش. ضروري كيكون واحد الفرق اللي زوين زوين بزاف، كتحسوا بلابو ديالكم تغدات تنقات. ضروري ديروا هاد لي بارتي اللي درت معكم، راه مهمين بزاف. فهاد لو ماسك هذا كنحتاج يا الشوفان مطحون يا الحمص مطحون. انا كنفضل الحمص بزاف بزاف بزاف، حيتاش المنافع ديال الحمص لا تعد ولا تحصى، وكنحماق على شي حاجه سميتها لا ماسك ديال الحمص. كناخذوا الكاكاو المر، الكاكاو الخام، هذاك اللي يا اما اللي كيكون في هاد الساشيه يا اما اللي كيكون في بواطه. كتاخذوا كتزيدوا معالق صغار ديال العسل الحره صافي، وكتدمجوا كلشي وكتخلطوا مزيان 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 حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، وكتطبقوا على لابو ديالكم. صافي هنايا كنبداو نابليكيو لو ماسك ديالنا على الوجه ديالنا كامل. لا بغيتو ديروا لعنقكم ما تنساوش العنق حتى هو ديروه. انا ديجا كندير واحد الوصفه خاصه بالعنق، داكشي علاش ما درتش هذا لو ماسك هذا. هو هذا لو ماسك هذا راه ما كينشفش حيت فيه العسل، ما كينشفش نهائيا. غتخليوه حتى 30 دقيقه. شنو المنافع ديال هذا لو ماسك هذا؟ العسل الحر عندها فوائد خطيره على الوجه،
والكاكاو المر والحمص. سو خليوه 30 دقيقه حتى يتغدى، تحسوا بوجهكم تغدى بداك لو ماسك مزيان، عاد حيدوه. هنايا من بعد ما خلينا لو ماسك حتى 30 دقيقه، هنايا كنمسحو باش نوريكم لا ريزولطا اللي كتكون. صافي غنمشي نغسل وجهي وغادي نرجع لكم. شوفوا لا اكله راه ما يمكنش هاد لو ماسك يخلي واحد الاكله، واحد الترطيب خطير، ايدغاطاسيون طبيعيه بلا كريم بلا حتى شي حاجه، كيخلي لابو رطبه ديال بصح. غتبقاو دوزو على وجهكم بهاد الطريقه بشكل دائري حتى دوزو على وجهكم كامل 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 كامل، وتشوفوا البلايص اللي عندكم فيهم المسام واسعين شي شويه غتركزوا فيهم اكثر حاجه. المفروض بلا ما نقول لكم المنافع ديالو، وفي سد المسام بلا ما نقول لكم حتى هو المنافع ديالو، حيتاش كيسد المسام بواحد الطريقه خطيره. اما الا داومتيه عاد تشوفي واحد لا ريزولطا اللي زوينه بزاف. صافي هادشي اللي كاين. من بعد غادي نرطبوا وجهنا وغادي نساليو لا فيديو. وهنا بيان سور ما نساوش الترطيب اللي مهم بزاف بزاف لابو ديالنا. سو هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو، نتمنى يعجبكم الفيديو. باي باي، نتشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.